مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده من بلاد طيبه على المصريه. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب يكون عيد سعيد عليكم. احنا بنرجع لكم بعد اجازه العيد، اتمنى تكونوا قضيتوا اجازه سعيده ورحتوا اماكن جميله قوي في مصر، واعتقد مصر يعني عامره بالاماكن اللي هي جديره ان احنا نزورها. مساء الخير يا وليد. مساء النور يا هبه، كل سنه وانت طيبه وكل سنه والساده المشاهدين بخير وبالف سلامه ان شاء الله. يعني معلوماتنا بتقول انه مقاصد سياحيه في مصر كانت كامله العدد، ما كانش في مكان لقدم. القاهره تقريبا فرغت من ناسها، الناس كلها استغلت اجازه العيد في السفر لبره، وفي كمان اللي لسه ما اجزش ونوى انه ياخر اجازته بعد الزحمه ما تفك. فبالتاكيد كانت مصر سياحيا داخليا كانت زي الفل وكانت جميله قوي. تمام. النهارده في حلقتنا من بلاد طيبه هنتناول موضوعين. اول موضوع هيكون معايا الخبير السياحي الاستاذ احمد العليمي، والحقيقه دايما بنتكلم في كل برامجنا السياحيه شرم الشيخ والغردقه. طيب احنا عايزين بقى اماكن ثانيه نتكلم عنها. عندنا النهارده هيكون موضوعنا عن التنميه السياحيه، الاستثمار السياحي في مصر. مصر كلها تقريبا هي مقصد سياحي كبير او متحف مفتوح. احنا محتاجين بس نلقي الضوء على الاماكن دي، نعمل فيها تنميه سياحيه بالقدر الكافي، عشان لما اي حد يجي من بره ما يقولش انا رايح ازور شرم الشيخ او الغردقه او البحر الاحمر او الاقصر واسوان، لا انا جاي اشوف كل حته في مصر. فده هيكون موضوعنا. اعتقد عندنا موضوع تاني معاك. عندنا موضوع تاني، موضوع اثار للحركه السياحيه في مصر، استئناف الرحلات النيليه بطول النيل من شمال مصر لجنوبها، وده خبر ساري جدا كمان لاحياء ثقافه السياحه في الصعيد. ومعايا ضيف كان شرفنا قبل كده في حلقه في بلاد طيبه، خد الدكتوراه بنبارك له طبعا، المرشد السياحي محمد نبيل، وده هيكون حوارنا عن استئناف الرحلات النيليه. مشاهدينا لسه معاكم مكملين من دلوقتي لمده ساعه تقريبا، نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بلاد طيبه مع البانوراما السياحيه او فقره الأخبار. الحقيقة أول خبر في البانوراما بيقول نشطت أجازة عيد الفطر حركة السياحة الداخلية في مصر لتعوض ما لحق بالبلاد من ضرر بعد تراجع معدلات السياحة الخارجية عقب حادث مدينة رفح في سيناء، وتراجعت نسب الإشغال عقب الحادث ما بين 9 إلى 15%. والحقيقة ارتفعت معدلات الإشغال الفندقي بالمدن الساحلية بمصر بحلول أجازة عيد الفطر إلى مستويات تتراوح ما بين 80 إلى 100%، وارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر لتزيد عن 95%. في تصريح للأستاذ حاتم منير أمين عام غرف المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر بيقول إن نسب إشغال الحجوزات بالفنادق بلغت ما يزيد عن 95%، وأضاف أن السياحة الداخلية ساهمت بشكل كبير في انتعاش السياحة بنسبة نحو 40% من حجم السياحة، مشيرا إلى الفنادق بيع حجوزات للسياحة الأجنبية والداخلية كاملة العدد. وفي المنتجات الشاطئية القريبة من العاصمة المصرية وصلت معدلات الإشغال قبل بدء فترة أجازات عيد الفطر إلى 100%. خبر كويس. الخبر اللي معايا خبر في نطاق الشائعات اللي ماليه البلد، والخبر عنوانه بيقول الشاعر يؤكد استقرار معدلات السياحه الالمانيه الى مصر. التفاصيل: نفى رئيس غرفه شركات السياحه حسام الشاعر ما تردد عن تهديد منظمي الرحلات الالمانيه برفع اسم مصر من قائمه المقاصد السياحيه في الموسم الشتوي المقبل، وبالتالي وقف الرحلات الى مصر. الشاعر قال في تصريح لوكاله انباء الشرق الاوسط ان السوق الالماني مستقر، وانه كان في زياره الى المانيا مؤخرا ولم يلمس خلال هذه الزياره اي تهديدات بوقف الرحلات الى مصر او تراجعها بالصوره التي تم ترديدها. واضاف ان السوق الالماني مثل باقي الاسواق الاخرى بيحتاج الى مزيد من الترويج والتنشيط من اجل استعاده المعدلات التي كان عليها من قبل، وبخاصه انه من الاسواق التي تعتبر من اكبر 5 اسواق مصدره للسياحه الى مصر. هو اوجز فانجز وقال الترويج والتنشيط، وده المطلوب فعلا عشان نستأنف السياحه بمعدلات محترمه. تمام. الخبر الثالث عن مدينة الأقصر، محاولات جديدة لإعادة ضخ الدماء في شرايين حياة مدينة الأقصر، مدينة التاريخ والحضارة في العالم، وإنقاذها من مخاطر الحياة الجوفية التي تهدد آثارها ومظاهر العشوائية التي تكاد تفقدها
قيمتها الأثرية. فبعد فترة توقف دامت عدة أشهر وتعطل العمل فيها في عدد من المشروعات القومية التي كانت تشهدها الأقصر كمشروع إعادة فتح طريق الكباش ومشروع تطوير مدينة إسنا، يقوم الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر بلقاء عدد من الوزراء المعنيين لعرض الموقف الحالي لمشروعات تطوير الأقصر وبحث سبل إعادة العمل بها، خاصة مشروع طريق الكباش الذي لا يزال في حاجة إلى ملايين لإنهاء العمل به، حيث وصلت الديون المستحقة للشركة المنفذة للمشروع حتى الآن 19 مليون جنيه، برغم أنه تم صرف 40 مليون جنيه في السنوات الخمسة الماضية لإعادة فتح الطريق ما بين معبدي الأقصر والكرنك. كمان من المشروعات في مشروع تطوير مدينة إسنا وإحياء ساحة معبد إسنا الأثري وإزالة المساكن والعشوائيات المحيطة بها وإعادتها إلى صورتها التي كانت عليها قبل 3000 عام تطل على نهر النيل مباشرة. جميل. فاكره حجاجوفيتش احمد حجاج الشاب المصري الرحال كان عنده اصرار ان هو يعمل، يعني كان عنده حلم وهدف، اعتقد ان هو وصل ليه وكان ليه كمان لقاء مؤخرا امبارح بالامس تحديدا مع السيد رئيس الجمهوريه. الخبر بيقول انه الرئيس محمد مرسي استقبل بمقر رئاسه الجمهوريه الرحال المصري احمد حجاج الشهير بحجاجوفيتش. ياتي اللقاء في اطار تشجيع الرئيس مرسي لشباب مصر على الدعايه لمصر ما بعد الثوره في الخارج وحفز السياح على زيارة البلاد وتوضيح مشروع النهضة اللي بتعتزم مصر تنفيذه لتحديث المجتمع في جميع المجالات. أحمد حجاج خد علم مصر وعليه أسماء 16 شهيد اللي راحوا ضحية الغدر والخيانة في رفح في رمضان، والرئيس مرسي قام بإهداء كلمة إلى روح الشهداء. ومعنا دلوقتي حجاجوفيتش نفسه عشان يكلمنا عن اللقاء، لكن الخط اتقطع للاسف. طيب احنا هنقول الخبر معاك يا هبه. هنقول معانا الخبر في انتظار مكالمه احمد حجاجوفيتش. برضو الخبر اللي معايا متعلق بالاقصر، محاولات جديده. لا الحقيقه الخبر معلش برضه عن الاقصر اللي هو وصلت الى مدينه الاقصر اول رحله نيليه طويله قادمه من القاهره في طريقها الى اسوان بعد فتره توقف بلغت 18 عام. وكان هشام زعزوع وزير السياحه وقيادات الوزاره وخبراء القطاع السياحي في استقبال الرحله لتاكيد اهميه هذا النمط في زياده الحركه السياحيه الى محافظات الصعيد خاصه الاقصر واسوان. واعتقد ان الخبر ده هيتناوله وليد ان شاء الله بشيء من التفصيل. جميل. معانا حجاجوفيتش. احمد مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامه ومبروك اللي انت عملته مؤخرا. انا سمعت عن الزياره دي قبل ما تقوم بيها، انت كنت صرحت بيها من فتره وقلت انت ناوي تزور رئاسه الجمهوريه وده حصل. كلمني بقى عن ملابسات اللقاء، ازاي اتخذت اجراءات بروتوكوليه عشان تقابل الرئيس وازاي ده تم؟ اول ما سياده الرئيس محمد مرسي يعني نجح في الانتخابات واستلم رئاسه الجمهوريه رسميا، قدمت طلب رسمي لمؤسسه الرئاسه موجه الى السيد رئيس الجمهوريه ان انا اقابله. وطبعا يعني مرفق الحاجات اللي انا عملتها يعني كان يعني سي في مصغر عن اللي انا عملته. وعلى طول الحمد لله بعديها على طول مؤسسه الرئاسه كلموني لو رئاسه الجمهوريه بمؤسسه الرئيس وعلى ان هم ان شاء الله تبقى في وقت على طول يعني. صورتك منوره الجرايد النهارده كلها على فكره، جرايد كتيره ومنشوره ومعانا على الهواء دلوقتي لو انت فاتح التلفزيون وشايفنا. تمام صح كده؟ فحضرتك الفكره كلها ان هو بعديها لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي ان هو المفروض كان يوم 7 اغسطس اللي هو بعد حادثه رفح بيوم، فطبعا كلموني يلغوا الميعاد الاولاني وبعدين كلموني تاني قالوا لي ان سياده الرئيس منتظرك يوم السبت اللي هو كان بالامس. كان امبارح. الحمد لله. اللقاء تقريبا خد كام دقيقه؟ تقريبا ساعه الا ربع. الحمد لله سبحانه وتعالى. كان طبعا في الاول في لقاء مغلق بيني وبين سياده الرئيس. أيوة. وبعدين دخل لنا المتحدث الرسمي برئاسه الجمهوريه الدكتور ياسر علي. وبعديها طبعا بعد لما اتكلمنا مع المواضيع السياحيه اللي انا يعني منها جمعه الفرح لو تفتكروا كنا اتكلمت عندكم في البرنامج واتكلمت كذا مره عن جمعه الفرح اللي انا كنت بقولها ان احنا لازم كل العالم فيها، واديته اللي هو التوثيق بالفكره اللي انا عامله وموثقها، واديته حاجات كثيره جدا للسياحه عشان نهض بالسياحه المصريه، افكار جديده، افكار فيها شباب كتير جدا هيدخل معانا في الموضوع ده ان شاء الله عشان خاطر يعني يبقى عهد جديد للسياحه
المصريه بعيدا بقى عن الافكار القديمه والافكار العقيمه اللي هي بتاعتنا اللي احنا بقالنا سنين وسنين فيها ومش عارفين نتطور خالص. جميل. انت السي في بتاعك بيقول اكتر من 160 مدينه حول العالم زرتهم ورفعت اسم مصر. السي في بتاعتي 94 دوله حول العالم. 94 دوله وكام مدينه؟ اكتر من 200 مدينه هامه. انت خلاص بقى من سنه قابلناك عديت 100 مدينه، ربنا يعينك يا احمد. الحمد لله. احمد محتاجين تشرفنا ان شاء الله في حلقه من بلاد طيبه، وشكرا ليك. شكرا يا احمد، بالتوفيق. خلصت اخبارنا يا هبه وهنطلع دلوقتي حاجه ثانيه. تمام، احنا خلصت اخبارنا دلوقتي، هنسيب حضراتكم مع تقرير عن محميه راس محمد ونستعد لصالون بلاد طيبه او لقاء عن التنميه السياحيه، ومعانا الخبير السياحي الاستاذ احمد العليمي. خليكم معانا. رأس محمد تعد من أجمل وأروع بقاع الأرض على الإطلاق، لما لها من كنوز طبيعية وبحرية وبرية. تقع رأس محمد بجنوب سيناء، وتبعد عن القاهرة بمسافة 449 كيلومتر برا، مرورا بنفق الشهيد أحمد حمدي، فرأس سدر، فأبو زنيمة، فأبو رديس، وطور سيناء. وتبعد عن طور سيناء ب70 كيلومتر، وتبعد عن شرم الشيخ ب30 كيلومتر. رأس محمد تتمتع بالثروات النادرة متمثلة في بحر كريستالي بلون أزرق غني بشعابه المرجانية والتي تتعدى أعمارها آلاف السنين. أيضا بها الأسماك النادرة المتعددة الألوان الخلابة والأنواع. أما المنطقة الجبلية فتعتبر مسكن لثعالب الصحراء وأنواع من الزواحف والصقور النادرة، وتعتبر أيضا مكان لإقامة عدة أنواع لطائر البلشون أو الطائر الحزين، منها البلشون الرمادي وبلشون الشعب. في أواخر الصيف يتوقف بها الآلاف من طيور اللقلق أثناء هجرتهم المعتادة إلى شرق إفريقيا. في السابق كانت نشاطات السائحين والزائرين المنطقة من سياحة أو غطس أو تصوير تحت الماء والصيد واستخدام القوارب، كل هذا كان يصيب هذه الكنوز والشعاب المرجانية والأسماك النادرة بأضرار بالغة. أما في البر فكانت سيارات السفاري تدمر الحياة النباتية والبرية. وحفاظا على هذه الثروات من التلف، وبالتحديد في عام 1983 تم وضع قانون في مصر هو القانون 102 لوضع رأس محمد كمحمية طبيعية، ولقبت بالحديقة الوطنية لما بها من حيوانات وطيور نادرة. وقامت وكالة شؤون البيئة المصرية بمهمة الرقابة على المنطقة والحرص على تطبيق قانون المحميات والحفاظ على هذه الثروات النادرة من التلف. قامت الوكالة بتحديد أماكن السباحة والغوص، وأيضا تحديد سير سيارات السفاري، وتوجيه الزائرين بالمعلومات اللازمة والمحظورات التي يجب عليهم تفاديها، والرقابة على عدم صيد الأسماك. وتم إنشاء مركز للزائرين لخدمتهم في هذه الأغراض ومدهم بالمعلومات، وتم إنشاء مطعم وكافيتيريا يستخدمها الزائرون دون الإضرار بالبيئة. مشاهدينا، بنبدأ معاكم صالون بلاد طيبة والحديث عن التنمية السياحية. معنا الخبير السياحي الأستاذ أحمد العليمي. أهلا بحضرتك معنا. كل سنة وأنت طيب. الواحد بس كان مندمج مع راس محمد. أستاذ أحمد، يعني احنا عايزين نتكلم عن
التنميه السياحيه في مصر، الاستثمار السياحي، محاوله ان احنا نشوف اماكن جديده. يعني عاده المقرر الاقصر، اسوان، شرم الشيخ، الغردقه، البحر الاحمر، حتى ياسي كمان الكلام عن عين السخنه. لكن امتى يكون عندنا مناطق كتيره؟ هل مدخل ده هو التنميه السياحيه؟ بص حضرتك، التنميه السياحيه هي التنميه العمرانيه مضاف اليها جذب سياحي. يبقى لازم يكون في عندي تنميه عمرانيه، بمعنى لازم يكون عندي بنيه اساسيه. الجذب السياحي عندنا في مصر جذب سياحي خطير. لو قعدنا نتكلم فيه مش يعني ساعه مش هتكفينا، وكلنا عارفين ما هو الجذب السياحي في مصر، من اثار لبحر لصحراء. عندنا جذب سياحي كتير. للاسف ما عندناش تنميه سياحيه. يعني هيئه التنميه السياحيه تم انشائها اكتر من 20 سنه تابعه لوزاره السياحه. هيئه التنميه السياحيه اسمها هيئه التنميه السياحيه، اسم على مسمى. هيئه التنميه السياحيه اقتصر دورها في خلال ال 25 سنه اللي فاتوا على بيع اراضي فقط لا غير. بيع اراضي للاستثمار السياحي فقط. بالظبط كده. لكن هي القصه مش قصه ان انا اديكي ارض في صحراء. هل المطلوب مننا انك تهتم بوجود بنيه اساسيه في الاراضي دي؟ ده اساسي. النهارده انا اديتك قطعه ارض في منطقه صحراويه. انت اكتفيتي اكتفاء ذاتي انك انت جبتي محطه ميه وكهرباء وصرف صحي وعملتي قريه سياحيه. طيب خارج القريه السياحيه هتفضل صحراء. هنضرب مثل مدينه مرسى علم. مدينه مرسى علم من سنه 95 ابتدوا يقسموا فيها الاراضي بطريقه عشوائيه. وده موضوع تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي. وادوا الناس اراضي واتعملت قرى سياحيه، وصل حوالي 120 130 قريه سياحيه. الجذب السياحي موجود بسبب هيئه وزاره البيئه فعلا اهتمت بالشعب المرجانيه، عدم تدميرها زي ما حصل في الغردقه. ولكن للاسف مفيش مجتمعات عمرانيه. لان انا قلت قبل كده وبقول دلوقتي وهفضل اقول ان السياحه بتعتمد على المؤسسات المدنيه، بتعتمد على الافراد. الفرد ده اللي هيجي يعمل تنميه في منطقه زي مرسى علم، مفيش كهرباء، مفيش صرف صحي. طب القريه تقدر انها تعمل محطه ميه وتجيب مولدات وتولد كهرباء. ده هيقدر يعمل. انت عايزه مطعم هنا، طب هيعمل ايه؟ صحيح. بنكذب على نفسنا وبنكذب عن الناس وبنقول ايه؟ تعالوا يا شويه المستثمرين الموجودين في مرسى علم، تعالوا. انا بضرب لك مثل، تعالوا نعمل الخط الخلفي، هنديه لمجموعه من المستثمرين تعملوا بقى قهاوي ومطاعم، والكلام ده بقى له 10 سنين وما تمش ومش هيتم. نيجي لمنطقه زي منطقه الغردقه. منطقه الغردقه تم تدمير الشعب المرجانيه فيها خلال ال 30 سنه اللي فاتوا بمرأى ومسمع من المحافظ والمجلس المحلي والمسؤولين، وتحولت في النهايه الى مدينه عمرانيه مش مدينه سياحيه. تيجي بقى المنطقه زي شرم الشيخ. المنطقه دي هي تعتبر من اجمل المناطق اللي موجوده في مصر. تم الاهتمام بيها بطريقه برضو يعني بالصدفه البحته، بسبب ان الرئيس السابق كان بيحب يقعد في شرم الشيخ، فاهتموا جميع الوزارات اهتمت بمنطقه شرم الشيخ. وبالتالي لما نيجي النهارده نقول السياحه لا تقاس بنسب الاشغال. يعني انا سامع كل الاخبار بتاعتكم والاخبار اللي موجوده في الصحف والاخبار اللي بتطلعها وزاره السياحه والاخبار اللي بتطلعها الغرف السياحيه، يقول لك احنا نسب الاشغال 80%. طب قول لي 80% السايح اللي بيجي من بره ده بينفق كام؟ بيصرف كام؟ العمليه تبقى نسب اشغال مع الانفاق؟ طبعا ما ينفعش ان انا يطلع وزير سياحه ولا يطلع رئيس غرفه يقول لك انا عندي نسب الاشغال وصلت ل 90%. طب يا فرحتي، انا النهارده 90% دخلوا لي كام؟ دفعوا لي كام؟ انا النهارده من 30 سنه كان انفاق السائح عندي في اليوم الواحد 150 دولار. النهارده انفاق السائح لا يتعدى ال $50. بلد زي دبي الانفاق فيها بيوصل ل 300 و400 دولار في اليوم. فانا النهارده بسبب عدم وجود بنيه اساسيه تسببت في عدم وجود خدمات، تسببت في عدم انفاق. صحيح. فلازم يكون عندي تنميه سياحيه. احنا بنامل من ربنا سبحانه وتعالى الحكومه الجديده نامل انها تبتدي تعمل تنميه سياحيه. انا على حسب رؤيتي اللي انا شايفها ان فعلا يعني القرارات اللي بتؤخذ خلال الفتره ال 30 ال 40 يوم اللي فاتوا قرارات صائبه. زي ايه يا فندم حضرتك شايف؟ والله يعني نبعد شويه عن السياحه. اسقاط ديون المزارعين. تمام. ده خبر جميل جدا. الكلام ده كنا بنتكلم فيه سنين وما فيش حد خد الجرأه هو القرار ان هو ياخد هذا القرار. لما نيجي مثلا نبص على البورصه في خلال ال10 ايام اللي فاتوا في صعود تام، بالرغم ان في احداث زي المليونيه
بتاعت يوم الجمعه المفروض البورصه يوم الخميس تنزل. اللي حصل البورصه يوم الخميس كان فيها صعود. تمام. القرض اللي خدناه من البنك الدولي بلا اي شرط او بلا اي قيود، مع انه يعني تم توجيه الكثير من النقد على المستوى الاقتصادي لهذا لا بالعكس، هقول لك على حاجه، اي قرض كنا بناخده من البنك الدولي كان تحت اي شرط، تحت شروط معينه ولهدف مشاريع معينه. هذا القرض لم يؤخذ بهذه الطريقه، وده بيخلي ناس مستثمرين من بره يبصوا لمصر ويعيدوا نظرهم تاني ان هم يجوا يعني بالعكس ده بيشجع، طبعا بيشجع ناس مستثمرين من بره انهم يجوا يستثمروا جوه مصر. فطبعا السياحه والبورصه هي جزء واحد لا يتجزأ. لما نشوف البورصه طالعه ده يدينا امان ان السياحه مؤشر للسياحه. فطبعا هي التنميه السياحيه مهمه جدا، ونامل من الدكتور محمد مرسي ربنا يعينه على اللي هو فيه ان هو يهتم بالتنميه السياحيه، لان هي التنميه السياحيه هي العائد الاقتصادي السريع صحيح للنهضه. هل بتوجه رساله لسيادته ايه يعني فيما يتعلق بالملف السياحي؟ بصي حضرتك، انا النهارده لو انا عايز ابني مصنع هقعد ابني فيه سنه عشان اخد انتاجه. لو النهارده انا عايز ازرع هقعد اعمل استصلاح للارض لمده سنتين علشان اخد انتاجه. تمام. لكن السياحه لو انا اهتميت بيها النهارده بكره هتدخل لي فلوس. صحيح. انا عايز ايراد السياحه يعم على الشعب المصري كله، لان زي ما بقول وهفضل اقول ان السياحه تعتمد على الافراد وعلى المؤسسات المدنيه. يعني المؤسسات المدنيه مقصود بيها شركات السياحه؟ لا، المقصود بيها الافراد اللي المطاعم، الكافيهات، اللي بتدخل في اطار السياحه الترفيهيه. ما هي السياحه هي خدمات. حتى لو جه سايح قاعد في فندق ما انت بتقدمي له خدمات. تمام. النهارده العامل اللي شغال النهارده الفندق مثلا 200 غرفه او 300 غرفه بياخد 300 موظف. ال 300 موظف دول بيقوموا على خدمه السايح. فانا النهارده انا عايز خير بلدنا، خير السياحه يعم على الشعب المصري، يعم على الانسان اللي غلبان، يعم على الانسان البسيط. يعني عايز تقول سائق التاكسي هيستفيد من الرواج السياحي. ما انا النهارده لو اعتمدت على كل الجروبات السياحيه او السياحه بتاعت ال 12 مليون اللي بيجوا لي على الجروبات السياحيه وعلى التور اوبريتور وعلى شركات السياحه وعلى المنظومه الاحتكاريه اللي اتنظمت خلال ال 30 سنه اللي فاتوا، يبقى سواق التاكسي مش هيعرف يشتغل. طب ايه المطلوب في النقطه دي بالذات؟ فك الاحتكار، تبقى السياحه تعم على الشعب كله. النهارده انا قافل الاجواء ليه؟ علشان ادي فرصه للطيارات الشارتر تشتغل. انا بدي فرصه النهارده للتور اوبريتور ان هو اللي يكسب. انا عايز ابن بلدي هو اللي يكسب، انا عايز بلدي هي اللي تكسب، انا مش عايز سياحه ال 12 مليون 100% تعتمد على الجروبات السياحيه. المطلوب يا فندم ان اعاده تخطيط مره اخرى في المنظومه السياحيه في مصر. ده لازم. يمكن احنا عندنا حظ وافر ان وزير السياحه السيد هشام زعزوع هو من البيت السياحي. الحقيقه الاستاذ هشام هو هيكون على درايه بكل هذه الاستاذ هشام زعزوع طبعا خبره كبيره جدا وانسان اكن له كل الاحترام والتقدير، وهو فاهم دي كويس، النقطه دي كويسه قوي وفاهمها جدا، وفي عده لقاءات بيني وبينه صححها لي ان فعلا احنا محتاجين فتح الاجواء المصريه. النهارده لك ان تتخيل ان ال 12 مليون سايح اللي بيجوا دول بيدفعوا فلوس الرحله بالكامل، الباكج كله بيدفع بره مصر. يعني السايح ده جاي ما فيش في جيبه دولار واحد، ودي مصيبه. لا، انا عايز السايح ينزل المطار ياخد تاكسي. الانفاق ياخد تاكسي، انه لو ركب اتوبيس مش هيدفع حاجه، لكن لو ركب تاكسي هيدفع له 50 60 دولار عقبال ما يوصل الهوتيل. لما يروح الهوتيل متفقين عليه واخدين. طبعا انت فاتحه هوتيل في صحراء، ما عندكيش طيران، ما عندكيش طرق، فبيجي لك التور اوبريتور يقول لك انا عندي طياره، عندي 90 اوضه، هتاخد الاوضه الفرد ب 20 دولار، تاخد ولا روح للي جنبك. فهو هنا احتكرت. صحيح. لا، ده في اللي اقل، يعني في اكتر من كده كمان، انك انت يعني مش من حقك ان تاخدي السايح ده تعملي له رحله داخل جمهوريه مصر العربيه. انا صاحبه البلد مش من حقي استمتع ببلدي؟ طبعا مش من حقك. هو بجد بقى. طبعا هو بيعتبر ان السايح ده ملكه هو بيعتبر ان السايح ده بتاعه مش بتاعك انت. طب احنا هنغير ده ازاي يا استاذ احمد؟ يعني فتح الاجواء. انا بقالي سنه ونص اقول فتح الاجواء، ولو انا عايز اوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه والاستاذ هشام قنديل والاستاذ هشام زعزع، افتحوا الاجواء. مدينه زي مرسى علم متدمره، حضرتك بتقولي الاشغال وصل ل 90%، مرسى علم ما فيهاش اشغال، ما فيش طيران. الطيران الوطني بتاعنا بيوصل ب 1400 جنيه، مين الاسره اللي هتروح تدفع 6000 جنيه عشان تزور مرسى علم؟ غير الاقامه والاكل بالظبط.
يعني احنا عندنا مشكله في الطيران. اللي هدفعه ممكن ادفعه بره لو سافرت بره. لو سافرت تركيا ارخص لك، لو سافرت تركيا حضرتك ارخص لك. فاحنا يعني هنفضل امتى في المربع يعني في مصر اعتقد في منطقه سياحيه او منطقه جذب سياحي. بخبره حضرتك ايه المناطق اللي احنا ممكن نلقي الضوء عليها غير مرسى علم؟ في الوادي الجديد مثلا، في طريق الصعيد من اول الفيوم لغايه ما نوصل على حدود الاقصر. وادي الريان، وادي الريان، عندك فوة، عندك سيوه، عندك اماكن كتير. رشيد، يعني رشيد دي متحف سياحه ثقافيه عالميه، مش بس سياحه ثقافيه عاديه. دبي دي فيها جذب سياحي بالمنطق بتاع مصر ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، بس في خدمات وفي التفكير فيها للتنميه. يبقى احنا النهارده اي منطقه عايزه تحوليها الى منطقه سياحيه لازم تعملي فيها بنيه اساسيه وخدمات. اي منطقه، واحنا عندنا المناطق كتير، احنا عندنا ثروات. مصر دي عباره عن ثروه. ده في كمان اللي اهم من كده ان طبيعه المواطن المصري مضياف، دي حقيقه. مش طبيعته صناعه، زراعه وسياحه. طبيعه الانسان المصري مزارع وسياحه، والاثنين غير مستغلين. طلعنا نجري ورا الصناعه وطلعنا نجري ورا اوهام. احنا بطبيعتنا فلاحين ومضيافين. لكن فين الكلام ده؟ لازم كل الكلام ده كله ينسق بطريقه علميه وبطريقه دراسه حلوه مظبوطه، ولازم يبقى في عندنا فعلا تنميه بنيه اساسيه، ولازم نعيد النظر تاني لمنظومه السياحه. لازم. تمام. بس في نقطه كمان، الاستثمار السياحي، هل بنعتمد فعلا على رؤوس اموال مصريه فقط، ولا ممكن نعمل نوع من التحفيز لرؤوس اموال مثلا مشتركه؟ ممكن يكون مصري مع عربي، مصري مع اجنبي، شركات عالميه ممكن تيجي. هل ده وارد او مقترح، ولا الاستثمار السياحي يكون اولى بالمصريين فقط؟ بص حضرتك، الاستثمار السياحي اهم حاجه في المنظومه السياحيه هي الفنادق. تمام. مظبوط؟ اهم حاجه. صحيح. يعني انت النهارده لو عملت شركه سياحه هو سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وبتاخدي تأجر الاتوبيسات كمان. تمام. انت بعدد الغرف اللي عندك هو العدد اللي انت بتدخلي بيه السائح، مش هتنيميه في اتوبيس، لا انت هتنيميه في فندق. فالنهارده اكبر استثمار سياحي بالنسبه للفنادق. حلو؟ الفنادق بتخسر. ليه؟ بسبب الاحتكار اللي موجود. فبالتالي مين هيجي يستثمر عندك فنادق؟ يعني النهارده الفندق التكلفه الاستثماريه بتاعته كبيره جدا. الغرفه من 700,000 لمليون جنيه تكلفه الغرفه الواحده. تمام. والعائد بتاعها لا يتعدى 5-6% في السنه. فالنهارده في مشكله كبيره كمان ان البنوك ابتدت تحجب ائتمانها عن القرى السياحيه. فالنهارده مين اللي هيجي لك من بره يستثمر في فنادق؟ امتى يجي لك؟ لما تبقى المنظومه السياحيه مظبوطه، اللي على القاعده او اساس السياحه هو الفندق، هو الاساس اللي بيتحكم في منظومه السياحه. تمام. مش شركه السياحه الوسيط، ومش التور اوبريتور الاجنبي. لما تبقى الكيان الاساسي اللي هو الاوتيل اللي حاصل فيه. الاوتيل هو الاساس، لانه اكبر استثمار واكبر عدد من العاملين فيه، يبقى هو المفروض هو زي اي بلد في العالم. انا ما بجيبش حاجه من عندي. حضرتك لما بتسافر اوروبا اول حاجه بتدور عليها الطيران. ارخص حاجه الطيران، هتسافر على انهي خطوط. تمام. تاني حاجه بتدور على الفندق، بتخش على الانترنت وبتحجزي الفندق اللي انت عايزه تنزلي فيه وبالسعر المناسب ليكي. احنا عندنا في مصر ما عندناش المنظومه دي. هو بيروح للطياره الشارتر، والطياره الشارتر بتدي له باكج بالكامل وبتقول له والله انا هديك الباكج ده بما يعادل التذكره بتاعه الخطوط الوطنيه بتاعتنا، اللي هي المفروض عليها اساسا انها تشتغل لصالح السياحه. ويا ريت هي بتكسب، هي في خساره دايما. يعني من قبل الثوره بتخسر كل سنه 500-600 مليون جنيه سنويا. مبلغ كبير. بعد الثوره حوالي 300 مليون دولار. الكلام ده قاله وزير السياحه في التلفزيون. تمام. انا مش جايبه من عندي. تمام. هل المطلوب بالفتره القادمه اذا كنا نريد نهضه سياحيه حقيقيه ان كل جهود توفر او يتم تضافرها لصالح السياحه، يكون ده المشروع او يكون ده من اولوياتنا في الفتره القادمه؟ ده لازم، ده اساسي. يعني انا النهارده انا عايز عائد سريع. العائد السريع هي السياحه. تمام؟ ازاي اعمل عائد سريع وازاي اعمل تنميه؟ لازم يكون عندي المجلس الاعلى للسياحه. هو الحقيقه بينادى بيه ده لازم، لان الحقيقه وزير السياحه في وادي، وزير البيئه في وادي، وزير الاثار في وادي، وزير الطرق في وادي، كل واحد في وادي وفي جزيره لوحده.
ده فيما سبق، يعني ده في قبل الثوره. قبل الثوره احنا بعد الثوره لسه ما شفناش يعني، ولكن نأمل. طبعا بنتكلم عن المستقبل دايما. المجلس يكون عضويته ايه؟ وزير السياحه؟ لا، المجلس لازم يكون برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. تمام، دي رقم واحد. لازم يكون في بقى وزير السياحه، الطيران، الاثار، البيئه، لان دول 4 بيخدموا منظومه السياحه. دول رقم واحد. الطرق والكباري ده اساسي، الداخليه، الامن، تمام، الكهرباء، الخدمات، البترول، الغاز، توصيل الغاز، اللي هي الخدمات، الوزراء المعنيين بالخدمات. فلازم المجموعه دي تبقى برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. في الحاله دي انا اقول لك 100% هيبقى عندنا تنميه سياحيه. تمام. دور رجال الاعمال هنا ايه؟ ولو قلنا الدور يبقى كبير وواسع، وهل ممكن يساهم ان هم يساعدوا حتى الشباب ان هم يساعدوهم ان هم يعملوا مشروعات سياحيه صغيره؟ هل مطلوب يكون عندنا مشروعات سياحيه صغيره؟ طبعا، ما انا بقول لحضرتك هي السياحه بتعتمد على الخدمات دي من الافراد ومن المؤسسات الصغيره. بص حضرتك، لو انا النهارده انا شايفك بتكسبي في مجال الزراعه هروح ازرع، لو انا شايفك بتكسبي في مجال السياحه هروح اشتغل زيك. احنا بنحب كل طبيعه البشر تقلد بعضها. لو انا شايف جاري عنده تاكسي وقلب وليموزين وشغال مع سياح، لو انا عندي عربيه ملاكه هروح قلبها وكاتب عليها سياحه ورايح شغال مع السياحه. لكن انا النهارده لما اشوف البازارات بتخسر، الفنادق ما بتكسبش، بسبب ان البازار النهارده عشان الاتوبيس السياحي يقف قدامه شركه السياحه بتاخد منه 60%، ما ده احتكار، تاخد منه 60% من الايراد. النهارده لما افتح مركز غطس علشان اجيب زبون لازم اتفق مع التور اوبريتور اللي هو جايب الزبون من بره اديله 30%. اذا السياسه الاحتكاريه هي ممكن تؤثر على السياحه، مدمرانا، ولازم يبقى فيها حل وسريع. ما ينفعش نرجع السياحه على قديمه، ما ينفعش. النهارده البنوك مش عارفه ترد الاستثمارات اللي هي مدياها للقرى السياحيه. لا، في مشكله كبيره ومحدش بيتكلم عنها ومحدش عايز يتكلم عنها. انا بقالي 1.5 سنة بنادي في محطات مصر كلها، يا جماعه في مشكله، لازم الخير السياحه يجي لبلدنا ويجي لناسنا ويجي للانسان الغلبان اللي هو الويتر اللي بيقعد يخدم على السايح ده. ما بياخدش، ما فيش تبس حتى. يعني انت حضرتك ما تبصيش للسياحه داخل القاهره، ما تبصيش للسياحه في الفنادق ال5 نجوم، بص للبحر الاحمر. النهارده بيجي لنا السياحه الفقيره. لما النهارده يبيعوا باكج ب 500 يورو ولا 600 يورو شامل الطياره، متوقعه مين اللي يجي لك؟ احنا من نوعيه السائح بيجي لك يعني اسوأ نوع سياحه في اوروبا بيجي لنا السياحه الفقيره. النهارده السائح الغلبان الفقير ده جاي ياكل خيري، يعني بياكل من الرز المدعم وبياكل من زيت المدعم وبياخد من السولر بتاع المدعم. ده في مشكله كبيره، في مشكله انا مش قادر افهم مغطيين عليها ليه؟ ما نتكلم بصراحه. الراجل السايح اللي جاي من بره ده انا ما باخدش منه حاجه. هل الملف ده سيتم فتحه او والله انا عارف، انا حرت كتير، يعني اتكلمت كتير وقلت كتير. انا مش عارف اتحاد شركات السياحه او الغرف، ما هو المستفيد الاكبر هي شركات السياحه. المستفيد الاكبر. تمام. والمشكله الثانيه كمان ان عندك الغرف الفندقيه اللي قاعد في الغرف الفندقيه هم مديرين فنادق مش اصحاب فنادق. في عندنا مشكله، ارجو السيد وزير السياحه يفتحها. تمام. وارجو من السيد رئيس الوزراء الاستاذ هشام قنديل يفتح الموضوع ده، وبدعو من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقنا ويوفقهم، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نشكر الخبير السياحي الاستاذ احمد العليمي. يمكن النهارده يعني بدانا نفتح الحوار عن تنميه سياحيه حقيقيه، وبنردد بيه السياسه الاحتكاريه لشركات السياحه واللي بتاخد خير بلدها زي ما قال الاستاذ احمد العليمي. بشكر حضرتك جدا. الله يخليك. هسيب بحضراتكم مع تقرير عن الرحلات النيليه اللي بدات بالفعل. اعتقد الرحلات النيليه عندما تبدا وتسير في نيل مصر الجميل هيكون من شانه تنميه سياحيه بشكل او باخر. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير، بعد كده هيكون هناك حوار اخر عن الرحلات النيليه مع زميلي العزيز وليد محران.
الرحلات النيلية مذاق وسحر خاص على صفحة النيل، حيث تستطيع جذب عدد كبير من السائحين الذين يمكنهم الاستمتاع برحلة نيلية قد تمتد لمدة أسبوعين في رحلة استجمام وتأمل في جمال الطبيعة وسحر التاريخ. وقد حظي قرار عودة الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة والأقصر وأسوان بترحيب من أصحاب شركات السياحة الذين أكدوا استعدادهم لعودة هذا المنتج السياحي إلى مصر مع بداية العام الجديد، مؤكدين قدرتهم على تسويق هذه الرحلات باعتبارها تلقى إقبالا كسياحة ثقافية خاصة من الدول الأوروبية. كانت الرحلات النيلية قبل عودة هذا القرار تكون من الأقصر إلى أسوان لمدة 5 أيام، يستمتع معها السائح بمشاهدة العديد من المعالم الأثرية المصرية ومشاهدة تراث هذه المحافظات. ومن المعالم السياحية التي يتم زيارتها في هذه الرحلة معبد حتشبسوت ومعبد الكرنك ومتحف الأقصر ومعبد إدفو، وفي أسوان معبد فيلة وجزيرة النباتات ومعبد أبو سمبل ومتحف النوبة.